إذا كان مسؤول بحجم محافظ يمكن أن يكون مستهدف من جماعات مسلحة، ماذا عن المواطنين العاديين؟ هذه مؤشرات أيضا خطيرة. كم رئيس ولايات متحدة أمريكية تعرض لمحاولات اغتيال؟ كم رئيس دولة أخرى تعرض لمحاولات اغتيال؟ هل تقاس الأمور بهذه الطريقة؟ لا تقاس بهذه الطريقة. هذا مثال فيه فخ. رؤساء أمريكا أقوى دولة في العالم تعرضت للاغتيال وتم اغتيال أحدهم، وأنت تعلمين ذلك جيدا. طيب، لكن هناك صورة مخلوقة الآن أو مكونة لدى المستثمرين في العالم كله عن الدول الآمنة، ويكون قدامهم خرائط حول هذا الأمر. هنا سنستثمر لأن هذه دول آمنة، هنا لن نستثمر لأن هناك مخاطر تتعلق بالاستثمار، وأنت وزير الاقتصاد وتعلم ذلك جيدا. الساعة الآن 11:40. أنا ما زلت في المكتب وهذه المقابلة تجري معي. لماذا أنا في المكتب الساعة 11:30 ليلا؟ لأني أراجع اقتراحات المستثمرين القادمين إلى سوريا. كل يوم لا أقل من 5 اقتراحات استثمارية تأتيني من جميع دول العالم. سوريا الآن سوريا جديدة. سوريا الآن فتحت أبوابها لكل المستثمرين، والكل يشعر بأن الشعب السوري قادر على تحقيق الأمان اللازم لبدء العملية الاستثمارية. فلا خوف على الشعب السوري، صدقيني. أنا أشكرك على هذه الرسالة المبشرة للغاية للداخل والخارج السوري، وأن تأتي من مسؤول اقتصادي رفيع في الحكومة، فهذا بالتأكيد مؤشر جيد للغاية. معالي الوزير نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، تحية.